تخيل انك تقدر تعمل فيديوهات ستيك مان انيميشن بسيطة جدا لكن توصل لملايين المشاهدات. قنوات زي باك بنش انيميشنز وريكو انيميشنز، طبعا القناه دي معروفه جدا، بتعمل بالظبط النوع ده من المحتوى. شخصيات ستيك مان مرسومه بشكل بسيط جدا، ومع ذلك بعض الفيديوهات بتعدي الملايين، بل احيانا عشرات الملايين من المشاهدات. السؤال بقى، هل لازم تكون رسام محترف علشان تعمل النوع ده من المحتوى؟ الاجابه طبعا لا. في الفيديو ده هوريك ازاي تقدر تصنع فيديوهات ستيك مان انيميشن كامله باستخدام الذكاء الاصطناعي بادوات مجانيه 100%، من الفكره للرسومات لحد تحريك الشخصيه وتحويلها لفيديو جاهز للنشر على اي منصه. ولو بتفكر تبدا قناه جديده ممكن تجيب ملايين المشاهدات، فالفيديو ده ممكن يغير فكرتك تماما عن صناعه المحتوى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا سونيك. عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. شكرا جدا يا شباب على دعمكم الرهيب للقناه، فبجد شكرا جدا. فيا ريت قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والسبسكرايب بتوعك لو تكرم طبعا، وانك تفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. ويلا بينا نبدا من غير كلام كتير. في البدايه كده هتلاقي رابط موجود تحت في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت، هتدخل عليه وهتلاقي نفسك دخلت على الجيميناي او على الاداه اللي انا صممتها دي. الاداه دي يا شباب مخصصه لصناعه النوع ده من المحتوى اللي هو محتوى الستيك مان انيميشن. الاداه دي بتعمل لك كل حاجه، بتعمل لك سكريبت للفيديو بتاعك، وبتكتب لك برومت للصور وبرومت للفيديوهات، وبتجهز لك كل حاجه من غير ما تتعب نفسك وبدون ما يكون عندك اي خبره تماما. دلوقتي كل اللي انت هتعمله هتنزل تحت هنا وهتكتب اي كلمه زي مثلا كلمه اهلا بالمنظر ده، وبعد كده تضغط عندك على انتر. بمجرد ما تكتب كلمه اهلا هتلاقي ان الاداه اقترحت عليك 10 افكار ابداعيه للنوع ده من المحتوى. زي ما انت شايف عملت لك 10 افكار، تقدر بقى تقرا كده كل فكره وتشوف انهي فكره هنا مناسبه ليك. لو انت عايز الاداه تكتب لك افكار زياده هتنزل تحت هنا وهتكتب اكتب المزيد من الافكار، بعد كده تضغط هنا على ارسال، وزي ما انت شايف كده هتلاقي انها عملت لك 10 افكار كمان، وتقدر تكرر العمليه دي كذا مره لحد ما تلاقي الفكره المناسبه ليك او الفكره اللي انت عايز تعمل عنها فيديو. لو انت يعني مش افضل حاجه في اللغه الانجليزيه ومش فاهم الافكار بتتكلم عن ايه، بكل بساطه ممكن تنزل تحت هنا وتكتب ترجم بالعربي وتضغط عندك على انتر، وزي ما انت شايف كده بالفعل هتلاقي ان هو ترجم لك الافكار بتاعتك الى اللغه العربيه بحيث تكون فاهمها. لو عجبتك من هنا اي فكره وقررت خلاص انك عايز تصنع منها فيديو، هتحدد على الفكره اللي انت عايزها بالمنظر ده وتاخدها كوبي وتنزل تحت هنا وتعمل لها بيست او لصق، بعد كده تضغط عندك هنا على ارسال، وزي ما انت شايف كده بالفعل هتلاقي ان الاداه عملت لك فيديو سكريبت وعملت لك وصف للصور او الايمج برومت، وعملت لك كمان تعليمات التحريك او الفيديو برومت. وزي ما انت شايف كده عملت لك 6 مشاهد هيكونوا مناسبين جدا للفيديوهات الشورتس او فيديوهات القصيره. احنا خلاص كده بالنسبه لنا كل حاجه بقت جاهزه. تعالى بقى اوريك ازاي تقدر تحول الكلام ده الى فيديو. ولكن قبل ما نعمل الكلام ده في حاجه مهمه جدا لازم نعملها، وهو اننا لازم نصمم شكل شخصيه الستيك مان بحيث شكل الشخصيه او شكل الستيك مان ده يطلع معانا في جميع المشاهد الفيديو من غير ما شكلها يتغير. وفي الحاله دي ممكن تقدر تستعين بموقع بنترست. اكيد طبعا هتلاقي جميع المواقع اللي انا هتكلم عليها موجوده تحت في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت، بدل يعني ما تتعب نفسك والكلام ده. هتطلع فوق هنا عند السيرش وهتكتب فوق هنا في السيرش كلمه ستيك مان باللغه الانجليزيه بالمنظر ده وهتضغط عندك على انتر. زي ما انت شايف كده هتلاقي ان في اشكال كتيره جدا للستيك مان، تقدر بقى من هنا تختار اي شكل ستيك مان عجبك. وزي ما انت شايف كده هتلاقي ان في اشكال كتيره جدا شكلها كويس جدا. لو انا مثلا عاجبني شكل الستيك مان ده او شكل الكاركتر ده هتضغط عليه بالمنظر ده. لو انا عايز احمل الصوره دي وانزلها عندي هطلع فوق هنا واضغط على ال3 نقاط دول، بعد كده هنزل تحت هنا واضغط على داونلود ايمج، وصوره الستيك مان دي هتتحمل معايا بالمنظر ده. طب افرض مثلا لو انت عايز تصمم شخصيه ستيك مان انت بنفسك من غير ما تاخد صوره من هنا، تعمل ايه؟ ممكن بكل بساطه تفتح عندك الشات جي بي تي او تفتح عندك جيميناي وتكتب جمله زي كده، اكتب برومت لشخصيه ستيك مان ترتدي نظاره وقفازات ملاكمه حمراء. طبعا انت مش شرط انك تكتب نفس الكلام اللي انا كتبته ده لوصف الشخصيه، لو انت عندك شكل معين تقدر انك انت توصفه هنا مكان الكلام ده، وهتلاقيني سايب لك الجمله دي تحت في وصف الفيديو عشان لو انت عايز تاخدها وتعدل عليها. وبعد كده تضغط هنا عندك على ارسال، وبالفعل كده زي ما انت شايف الشات جي بي تي كتب لي برومت احترافي لشكل شخصيه الستيك مان اللي انا عايزها. تقدر مثلا تحدد على البرومت ده كده بالمنظر ده وتاخده كوبي وتروح تفتح عندك اي موقع للتصميم او لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي زي مثلا موقع ويسك، وتضغط هنا على فتح الاداه، وبعد كده تنزل تحت هنا وتعمل بيست او لصق للبرومت بتاعك بتاع شخصيه الستيك مان، وتنزل تحت وتضغط هنا، بعد كده تضغط على الصوره الرئيسيه، بعد كده تضغط هنا على ارسال، وهيبدا دلوقتي يصمم لك شكل الشخصيه الستيك مان اللي انت عايزها.
وزي ما انت شايف كده صمم لي شكل شخصيه الستيك مان اللي انا عايزها او اللي كانت موجوده في دماغي. حرفيا بقى تقدر بالطريقه دي تصمم شكل شخصيه الستيك مان اللي انت عايزها او اللي انت بتتخيلها في دماغك علشان يكون عندك شكل شخصيه ستيك مان مميزه. لو انا مثلا عجبتني من هنا اي صوره وعايز احملها، هضغط هنا على داونلود والصوره هتتحمل معايا في خلال ثواني بالمنظر اللي انت شايفه ده. احنا كده خلاص شخصيه الستيك مان بتاعتنا بقت جاهزه. تعالى بقى اوريك ازاي تقدر تحافظ على شكل شخصيه الستيك مان دي في جميع المشاهد بتاعتك من غير شكلها ما يتغير. الموقع الشباب اللي احنا نستخدمه لعمل المشاهد هو موقع فلو. اول ما تفتح عندك موقع فلو وتسجل عليه بحسابك، هتنزل تحت هنا وتضغط على مشروع جديد وهيفتح عندك بالمنظر ده. هتنزل تحت هنا وتضغط هنا، بعد كده تضغط هنا على الصور او ايمج، بعد كده تختار المقاس ده اللي هو الصور الرئيسيه، بعد كده تختار من هنا عدد الصور اللي انت عايزه ينتجها لك في المره الواحده. انا مثلا على سبيل المثال هختار صورتين. بعد كده تنزل تحت هنا وتختار الموديل اللي انت عايز تستخدمه لتوليد الصور بتاعتك او لتوليد المشاهد. هتلاقي عندك فيه النموذج بتاع نانو بنانا برو والنموذج الجديد بتاع نانو بنانا اللي هو نانو بنانا 2. انا مثلا على سبيل المثال هستخدم النموذج الجديد بتاع نانو بنانا اللي هو النانو بنانا 2، فهضغط عليه بالمنظر ده. وزي ما انت شايف كده مش هياخد منك ولا كريدت لصناعه الصور، يعني احنا كده هنقدر ننشئ صور بشكل مجاني. بعد كده هنرجع تاني على جيميناي ونروح هنا عند الايمج برومبت، وبعد كده نروح هنا عند السين 1 او اول مشهد وهنحدد عليه بالمنظر ده، وبعد كده هناخده كوبي او نسخ. هنرجع تاني على موقع فلو وهننزل تحت هنا ونعمل بيست او لصق لاول مشهد بتاعنا. بعد كده يا شباب هننزل تحت هنا ونضغط هنا على علامه الزائد، بعد كده نضغط فوق هنا على ابلود وهنرفع شكل ستيك مان او الشخصيه اللي احنا حابين انها تطلع معانا في جميع المشاهد. انا مثلا على سبيل المثال هختار شكل الستيك مان ده، فهضغط عليه بالمنظر ده. بعد كده هضغط هنا على اوبن، واول ما الصوره تترفع على الموقع هنروح هنا ونضغط على جنريت او توليد، وهيبدا لنا دلوقتي في توليد اول صوره بتاعت اول مشهد. وبالفعل كده يا شباب في خلال ثواني صمم لي اول مشهد بالمنظر الرهيب اللي انت شايفه ده. وطبعا لو انت خدت بالك كده هتلاقي ان شكل الستيك مان ده اللي طالع في المشهد شبه جدا للستيك مان اللي انا رفعت صورته. هتختار من هنا اي صوره عجباك من دول. انا مثلا عجبتني الصوره دي، فهطلع فوق هنا واضغط على الثلاث نقاط دول، بعد كده هضغط هنا على تنزيل، بعد كده هضغط هنا على 2K علشان الصوره تتحمل معايا بدقه عاليه. لو احنا عايزين نخش في المشهد اللي بعديه هتطلع فوق هنا عند الستيك مان اللي انت حابب ان هو يطلع في جميع المشاهد عندك، وهتضغط هنا على الثلاث نقاط، بعد كده تضغط هنا على الاضافه الى الطلب بالمنظر ده، وهتلاقي ان هو اتضاف عندك هنا. هترجع تاني على جيميناي او الاداه اللي انا صممتها وهتنزل هنا عند السين رقم 2 او المشهد الثاني، وبرضه هتحدد عليه بالمنظر ده وتاخده كوبي. هترجع تاني على فلو وهتنزل تحت هنا وتعمل بيست او لصق للمشهد بتاعك الثاني، وبعد كده نضغط هنا على جنريت او توليد، وهيبدا لنا دلوقتي في توليد المشهد بتاعنا الثاني. وده شكل المشهد بتاعنا الثاني زي ما انت شايف برضو كده. الصور بتاعت المشهد الثاني شكلها برضو ممتازه جدا، واهم حاجه كده زي ما انت ملاحظ هتلاقي ان هو محافظ لنا على شكل الكاركتر او الشخصيه بتاعتنا من غير ما شكلها يتغير تماما. ما تنساش برضو انك تعمل داونلود او تحميل للصوره او للمشهد بتاعك الثاني. المهم بقى انت هتكرر العمليه دي مع بقيه المشاهد بتاعتك الثانيه وتحولهم كلهم الى صور بالطريقه اللي انا شرحتها. بعد ما حولنا جميع المشاهد بتاعتنا الى صور بالمنظر الاسطوري ده وحملناها عندنا على البي سي او عندنا على الموبايل، تعالى بقى اوريك ازاي تقدر تحول الصور دي الى فيديوهات بطريقه سهله جدا وبسيطه ان شاء الله، وطبعا بطريقه مجانيه. الموقع الشباب اللي احنا نستخدمه لتحويل الصور بتاعتنا دي الى فيديوهات هو موقع جروك. لو انت بتعرفش موقع جروك هو موقع مجاني وبيسمح لك تعمل في اليوم حوالي 20 فيديو بشكل مجاني. ولكن الشيء الحلو لو يعني انت خلص منك ال 20 محاوله لصناعه الفيديو، ممكن بكل بساطه تنزل تحت هنا وتضغط على البروفايل بتاعك، بعد كده تضغط هنا على ساين اوت او تسجيل خروج وتسجل عن طريق اي حساب تاني غير اللي انت سجلت بيه، بحيث تاخد 20 محاوله كمان. والعمليه دي تقدر تكررها كذا مره كل ما يخلص منك ال 20 محاوله بتوعك. اول حاجه هتنزل تحت هنا وتضغط على البروفايل بتاعك، بعد كده تطلع فوق هنا وتضغط على سيتنجز او الاعدادات وتضغط هنا، بعد كده هتنزل تحت هنا وتلغي تفعيل الخيار ده. خلي بالك مهم جدا تلغي تفعيل الخيار ده بالمنظر ده. بعد كده تضغط هنا على كلوز، هتطلع فوق هنا وتضغط على ابلود ايمج، بعد كده ترفع من هنا اول صوره لاول مشهد بالمنظر ده، بعد كده تضغط هنا على اوبن. واول ما الصوره تترفع عندك بالمنظر ده هتنزل تحت هنا وتضغط على فيديو وروح هنا عند الاسبكت ريشيو واختار المقاس ده اللي هو من 9 ل 16 عشان ده المقاس اللي احنا عايزينه للفيديوهات بتاعتنا. هترجع تاني على جيميناي او الاداه اللي انا صممتها وهتنزل تحت هنا عند الفيديو برومبت وتروح هنا عند اول سين وهتحدد عليه بالمنظر ده وتاخده كوبي. هترجع تاني على جروك وهتنزل تحت وتعمل بيست او لصق بالمنظر ده للبرومبت بتاع تحويل الصوره الى فيديو، وبعد كده تضغط هنا على جنريت او توليد. وزي ما انت شايف عمليه توليد الفيديو بتكون سريعه جدا ومش بتتاخر. وتعالى اوريك شكل الصوره بعد ما احنا حولناها الى فيديو.
وزي ما انت شفت كده حركه الفيديو كانت بسيطه جدا واحترافيه وطلعت بالظبط بنفس الشكل اللي انا عايزه. لو نتيجه الفيديو ما كانتش عاجباك وعايز تطلع نتيجه تانية هتروح هنا وتضغط على ريدو فيديو وهيكون بإعادة توليد الفيديو من أول وجديد. أما مثلا لو الفيديو ده عجبك وعايز تحمله، قبل ما تنزل تحت هنا وتضغط على داونلود علشان تحمل الفيديو هننزل تحت هنا ونضغط على الثلاث نقاط دول. بعد كده نضغط هنا على اب سكيل فيديو. لو انت بتعرفش اب سكيل بيعمل ايه، اب سكيل بيعمل تحسين لجودة الفيديو بحيث انه يحسن من دقة الفيديو، واول ما يحسن دقة الفيديو هتلاقي ان هو عمل لك فوق هنا علامة اتش دي على الفيديو، كده معناه ان خلاص الفيديو بتاعك بقى جاهز. وبالفعل كده لو انت بصيت على الفيديو هتلاقي فعلا ان دقة الفيديو بقت افضل بكتير جدا من الاول. وبكده دلوقتي نقدر نعمل داونلود للفيديو من هنا. لو انت عايز تروح على المشهد بتاعك التاني هتعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه من شويه، هتنزل تحت وتضغط هنا، بعد كده تطلع فوق هنا وتضغط على ابلود ايمج وهترفع المشهد بتاعك التاني وهتضغط هنا على اوبن. هترجع تاني على جيميناي وهتنزل تحت هنا عند المشهد التاني وهتحدد عليه كله بالمنظر ده وتاخده كوبي. هترجع تاني على جروك وهتنزل تحت هنا وتعمل بيست او لصق وتاكد ان الاعدادات بتاعتك دي مظبوطه. بعد كده تضغط هنا على جنريت او توليد، وده هيكون شكل المشهد بتاعنا التاني بعد ما احنا حولناه الى فيديو. زي ما انت شايف برضو كده شكله ممتاز جدا. طبعا ما تنساش تعمل اب سكيل للفيديو وبعد كده تحمل الفيديو بتاعك. المهم بقى انت هتطبق الكلام ده على بقيه المشاهد بتاعتك التانيه وتحول جميع الصور بتاعتك الى فيديوهات بنفس الطريقه اللي انا شرحتها. طب يفرض مثلا لو واجهتك اي مشكله اثناء توليد الفيديوهات عن طريق موقع جروك، ما عرفتش مثلا تولد فيديوهات، تعمل ايه؟ مفيش مشكله، تقدر برضو تستخدم موقع ميتا دوت اي اي، والموقع ده برضو مجاني بالكامل. وهتضغط هنا على كرييت او انشاء، بعد كده هتنزل تحت هنا وتضغط على علامه الزائد وهترفع اول مشهد او اول صوره وهتضغط هنا على اوبن. هتنزل تحت هنا وتضغط هنا وبعد كده تختار فيديو. هترجع تاني على جيميناي وتروح هنا عند المشهد الاول وتحدد عليه وتاخده كوبي وتنزل تحت هنا وتعمل بيست او لصق للبرومبت بتاع تحويل الفيديو، وبعد كده تضغط هنا على انيميت او تحريك، وده هيكون شكل الصوره بعد ما احنا حولناها الى فيديو عن طريق موقع ميتا دوت اي اي. برضه الفيديو شكله كويس ومش بطال. لو انت الفيديو عجبك وعايز تحمله هتضغط هنا على الفيديو، بعد كده تطلع فوق هنا وتضغط على داونلود او تحميل والفيديو يتحمل معاك في خلال ثواني. المهم بقى انت عندك فيه موقعين، استخدم بقى الموقع الانسب لك. ولكن علشان اكون صريح وصادق معاك طبعا مش محتاج اقول لك ان موقع جروك بيطلع نتائج افضل بكتير جدا من موقع ميتا. ده غير كمان ان موقع جروك بيطلع لك فيديوهات بيكون عليها صوت او مؤثرات صوتيه، على عكس موقع ميتا زي ما انت شايف كده مش هتلاقي تماما في اي صوت في الفيديو. ولكن الصراحه الموضوع ده مش هيكون مؤثر قوي في صناعه الفيديوهات دي. بعد ما حولنا جميع الصور بتاعتنا الى فيديوهات بالطريقه الجميله جدا دي، تعالى بقى اوريك ازاي تعمل فويس اوفر او تعليق صوتي على الفيديو. الصراحه يا شباب انا بفضل انك تعمل صوت التعليق الصوتي بصوتك انت، عشان زي ما انت عارف ان اليوتيوب الايام دي مقفل الدنيا شويه على صناع المحتوى اللي بيعملوا فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، فعلشان كده انا بفضل انك تعمل التعليق الصوتي بصوتك انت. وطبعا الموضوع ده لو انت عملته هيعلي اكتر من نسبه ان قناتك تتقبل في شركاء اليوتيوب. لو انت مثلا مش عندك مايك كويس تعمل بيه تعليق صوتي، ممكن بكل بساطه انك تشتري المايك ده اسمه بويا ام 1، والمايك ده بيطلع جوده صوت كويسه جدا. واكتر شيء بيميز المايك ده ان هو سعره رخيص ومش غالي قوي. وطبعا يا شباب الموضوع ده مش اعلان والله، ولكن انا بقول لك كده علشان والله عايز لك كل خير. ولو انت بتسال سعره بالدولار كام، تقريبا حوالي عامل 13 دولار وشويه. لو انت عايز تعمل تعليق صوتي هترجع تاني على الاداه، ولو احنا طلعنا فوق هنا يا شباب عند السيناريو او السكريبت هتلاقي بالفعل ان هو عامل لي فويس اوفر او تعليق صوتي ولكن باللغه الانجليزيه. زي ما انت شايف كده هتلاقي ان على كل مشهد في فويس اوفر او تعليق صوتي ولكن باللغه الانجليزيه. لو احنا عايزين التعليق الصوتي بتاعنا يكون باللغه العربيه ومش عايزينه يكون باللغه الانجليزيه، هتنزل تحت هنا وتكتب الجمله دي: قم بترجمه التعليق الصوتي باللغه العربيه، وهتضغط هنا على ارسال. وبالفعل كده زي ما انت شايف هيترجم لك التعليق الصوتي بتاعك باللغه العربيه بالمنظر اللي انت شايفه ده. لو انا بقى عايز احول التعليق الصوتي ده الى صوت، فحدد على التعليق الصوتي كله بالمنظر ده وهاخده كوبي. هتروح تفتح جوجل اي اي ستوديو، بعد كده تضغط هنا على تكست تو سبيتش وهتختار من هنا اي موديل او اي نموذج انت عايز تستخدمه. خلينا مثلا نستخدم النموذج ده. بعد كده هتروح هنا عند المود وتضغط هنا على سنجل سبيكر اوديو. هتروح هنا عند التكست وهتعمل هنا بيست او لصق للتعليق الصوتي بتاعك بالمنظر ده. ولكن في حاجه مهمه جدا لازم نعملها، هنروح هنا عند رقم المشهد وهنحدد عليه بالمنظر ده ونمسحه خالص بالمنظر اللي انت شايفه ده. واول ما تمسح الارقام بتاعت جميع المشاهد بالمنظر ده هتروح هنا عند الفويس او الصوت وتختار من هنا الصوت اللي انت عايزه. هتلاقيه موجود عندك فيه اصوات كتيره جدا. انا مثلا عاجبني الصوت ده
فهضغط هنا على الصوت اللي انا عايزه، بعد كده تضغط هنا على رن، وهيبدا لنا دلوقتي في تحويل النص ده الى تعليق صوتي احترافي. قاعد بشوف فيلم رعب لوحدي، انا مش خايف خالص، انا ستيك مان شجاع وبطل. خلص الفيلم، وقت النوم. لحظة، ايه الصوت ده؟ سمعته اللي سمعته؟ يا نهار ابيض، في وحش واقف ورا الباب، الحقوني. زي ما انت سمعت كده التعليق الصوتي كان طالع ممتاز جدا واحترافي، بل انت كمان هتلاقي ان الصوت كان بيتفاعل جدا مع النص اللي كان بيقوله. لو عجبك التعليق الصوتي هتنزل تحت هنا وتضغط على الثلاث نقاط دول، بعد كده تضغط هنا على داونلود او تحميل، والتعليق الصوتي هيتحمل معاك في خلال ثواني. ويلا بينا يا شباب على اخر مرحله، وهي عمل مونتاج للفيديوهات دي، بحيث نقدر ندمج كل الفيديوهات دي جوه فيديو واحد فقط. انت بقى في المرحله دي هتقدر تستخدم عندك اي برنامج مونتاج. انا عن نفسي يا شباب بستخدم برنامج كاب كات. اول حاجه هتعملها هتسحب التعليق الصوتي وتنزل بيه تحت هنا في التايم لاين بالمنظر ده، بعد كده هتطلع فوق هنا وتسحب اول مشهد وتنزل بيه تحت هنا فوق التعليق الصوتي بالمنظر ده، وبعد كده تسحب المشهد بتاعك التاني وتنزل برضه بيه تحت هنا بالمنظر ده، وهترتب بقيه المشاهد بتاعتك التانيه بالمنظر ده. حاول بس في المونتاج انك توافق ما بين التعليق الصوتي والمشهد نفسه علشان يكون المشهد متماشي مع التعليق الصوتي. لو انت احتجت انك تطول مشهد شويه بحيث يعني يكون مناسب مع التعليق الصوتي، لو انا على سبيل المثال عايز مثلا اطول المشهد ده شويه هنضغط عليه بالمنظر ده، وبعد كده نطلع فوق هنا عندي السبيد وهنضغط عليه، هننزل تحت هنا عند المشهد واروح هنا عند طرف المشهد بالمنظر ده وهبدا اسحبه بالمنظر ده، وزي ما انت شايف كده هتلاقي ان هو بيتمط معايا. وهتقدر بالطريقه دي انك تطول المشهد بتاعك علشان يكون متماشي مع التعليق الصوتي، بل كمان هتقدر بالطريقه دي انك تصغر المشهد بتاعك بالمنظر اللي انت شايفه ده لو انت عايز يعني. بعد ما انا ظبطت الدنيا بالمنظر ده وخليت يعني المشاهد تكون متناسقه مع التعليق الصوتي، هتروح هنا عند الريشيو وتضغط عليها وهتختار الماس ده اللي هو من 9 ل 16. لو انت كده بالنسبه لك كل حاجه تمام هتطلع فوق هنا وتضغط على اكسبورت، بعد كده تضغط هنا وتختار المنطقه اللي انت عايز تحفظ فيها الفيديو. انا مثلا هحفظ الفيديو هنا واعمل نفس الاعدادات اللي انا عاملها ديت، بعد كده اضغط هنا على اكسبورت والفيديو هيبدا ينزل عندك على الكمبيوتر او عندك على الموبايل في خلال ثواني. وتعالى بقى كده اوريك شكل الفيديو بعد ما احنا عملناه مع بعض، فهنضغط هنا علشان نشوف الفيديو. قاعد بشوف فيلم رعب لوحدي، انا مش خايف خالص، انا ستيك مان شجاع وبطل. خلص الفيلم، وقت النوم. لحظة، ايه الصوت ده؟ سمعته اللي سمعته؟ كل خيال في الصالة دلوقتي، بقيت شايف وحش. امشي بالراحة، اوعى تبص وراك. يا نهار ابيض، في وحش واقف ورا الباب، الحقوني، نهايتي قربت. استنى كده، ده طلع الجاكيت بتاعي. بجد لازم ابطل اتفرج على الافلام دي. استخبيت تحت اللحاف، مفيش وحش يقدر يوصل لي هنا على ما اعتقد. زي ما انت شفت كده الفيديو الصراحه كان ممتاز جدا، ومن اكتر الحاجات برضو اللي عجبتني في الفيديو وهو التعليق الصوتي. زي ما انت سمعت كده التعليق الصوتي كان طالع احترافي جدا وكان متماشي جدا مع المشاهد. انت بقى حرفيا تقدر بالطريقه السهله جدا والبسيطه دي انك تصنع النوع ده من المحتوى بكل سهوله من غير حرفيا ما تدفع جنيه واحد. تقدر بقى تستخدم الاداه دي اللي انا صنعتها، وصدقني هتساعدك جدا في صناعه النوع ده من المحتوى. زي ما انت شفتوا كده انا حرفيا ما بخلش عليكم باي معلومه، فاتمنى منكم برضو ما تبخلوش عليا بلايك وسبسكرايب، وانكم تفعلوا زر الاشعارات علشان يوصل لكم كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. كان معكم سونيك، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. في امان الله.